هل كهربا جدد للاهلي سنتين؟ طيب هل لجنه الانضباط هتستدعي محمد الشناوي وعلي معلول عشان تعاقبهم على الخناقه اللي موجوده؟ طيب هل الحكم بتاع امبارح حكم السوبر كان حكم كويس ولا لا؟ المباراه كان فيها اخطاء تحكيميه ولا لا؟ طيب هل تصريحات ابو تريكه عن موسيماني منطقيه؟ اصل بيقول لك موسيماني واحد من احد اساطير التدريب في النادي الاهلي بعد جوزيه وهيدي كوتي، فهل الكلام ده منطقي؟ ده غير شويه كده تحابيش كده ممكن اقول لك عليهم في السريع، فتعال ندردش سريعا يعني كده. النهارده الحلقه بسيطه وخفيفه ومش هتبقى تقيله عليك، بس فيها شويه معلومات مهمه قوي. فادينا اللايك الحلو على الفيديو ده واشترك على القناه واعمل له كمان شير، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. بس اعمل شير اعمل شير اعمل شير. انا احمد ياسر، ده برنامج جون مشترك، بنتكلم عن اخبار مهمه جدا ليها علاقه بالسوبر وليها علاقه بالاهلي ولاعيبه الاهلي. خلينا ابدا من عند ابو تريكه. حلو، ليه؟ لان ابو تريكه امير القلوب، ولما الراجل بيقول تصريح الناس بتفكر في التصريح ده كتير وبيلف الدنيا شويه. وابو تريكه كان بيتكلم على تحيه النادي الاهلي، اهلي جده السعودي، على الصعود بتاعه للدور الدوري الممتاز مع موسيماني. وسالوا حتى احد المذيعين اللي كانوا موجودين، قال له يعني انت بتحيي الاهلي بتاع اهلي جده ومش عايز تحيي النادي الاهلي بفوزه بالسوبر؟ قال له يا عم هو في حد بيحيي نفسه؟ كان الجو كده بتصريحين حلوين، وانا بحب دايما تصريحات ابو تريكه لان لسانه حلو قوي في الكلام وبيعرف يتكلم حلو. بس النقطه الفيصليه بالنسبه لي هو ان لما اتسال بقى قالوا له انت رايك ايه في موسيماني، وقال ان موسيماني واحد من افضل المدربين في تاريخ النادي الاهلي، يجي زيه زي جوزيه وزي هيديكوتي. دي كانت بالنسبه لي نقطه فارقه، وعلم عليها تحتيها 100 مليون خط. ليه علم تحتيها 100 مليون خط؟ لان واحد من زي ابو تريكه لما يطلع يتكلم على تصريح زي ده، ده معناه ان الراجل فعلا مش راجل قليل خالص. فسالوه قالوا له طب ما هو يا عم وائل جمعه بيقول حاجه عكس الكلام اللي انت بتقوله ده خالص، وهو بيقول وليه وجهه نظر ثانيه. قال لك كل واحد وليه وجهه نظر. ومن هنا انا عايز اقول لك ان كل واحد طبيعي جدا ان هو يكون ليه وجهه نظره. انا من الاشخاص اللي كنت شايف ان موسيماني في يوم من الايام واحد ان هو من المدربين اللي ليهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، واتظلم بان هو يمشي. وكنا بنقول يا جماعه الراجل ده بيعمل من الفسيخ شربات، والناس ما كانتش مصدقه. ولكن النهارده كولر ممكن يكون غير شويه قناعات عند الناس، او بمعنى اصح هو فايلر من البدايه كان مثبت صوره، كولر النهارده بيغيرها وقبليها موسيماني بيغيرها. كل واحد ليه اسلوب وكل واحد ليه طريقه بيقدر يدير بيها النادي الاهلي. ولكن ما حدش يقدر ينكر ابدا ان موسيماني عمل تاريخ متميز جدا في الفتره اللي فاتت، رغم حتى تصريحاته ان هو طلع قال لك دلوقتي بقى بتاع سان داونز ان هو ياخد البطوله وبتاع. هنعتبرها يا عم موسيماني ان انت بتقولها كده من ورا قلبك وانت جاي معانا كده، يعني بتقول ايه، بتديهم واحده من زمان في العالي علشان ايه، يهدوا شويه ويبعدوا عننا شويه. هنعتبرها كده. ولكن ان شاء الله باذن الله باذن الله نعدي من الترجي اللي توقف جمهوره. والناس اللي كانت بتسالني على العقوبه بتاعت الجمهور، ان هي 4 مباريات ومباراتين وبعد كده في كلمه ايقاف تنفيذ، لا هم 4 مباريات ومباراتين مع ايقاف تنفيذ المباراتين دولت. ولكن ال4 مباريات اللي جايين للترجي في دوري ابطال افريقيا هيلعب من غير جمهوره، وبالذات طبعا مباراه الاهلي اللي جايه هيلعب من غير جمهور. وتحس كده يا سعدنا يا هنانا لما في بطوله كده بدايتها تبقى معقربه بس بعد كده تلاقيها ايه، ماشيه سالكه. فباذن الله باذن الله بطوله افريقيا دي سالكه واحنا رايحين معاها. طيب التصريح الثاني القوي جدا بقى وهو موضوع كهربا. ان كهربا طلع امبارح في قناه ام بي سي، كان حد بيتكلم معاه وبيساله بيقول له انا الحمد لله اللي انا كنت احلم بيه ما كانش يبقى بالمنظر اللي انا شايفه ده، انا خدت اكتر من اللي انا بحلم بيه بكتير، وانا جددت مع النادي الاهلي سنتين ومش رايح في اي حته، هروح فين؟ وهنا لو انت ما تعرفش، كان في من فتره كده من حوالي تقريبا اسبوع او حاجه، كان في صوره منتشره جدا لكهربا او هو بيمضي على عقد، والناس كانت بتتكلم ان هو جدد، ولكن النادي الاهلي لم يعلن. وما كانش حد عارف هو لم يعلن ليه. طب والتجديد ده هدف منه ان احنا ندي فلوس لكهربا علشان يقدر فلوس عشان ما يتوقفش وتمشي الدنيا تمام، والحوار بتاع الغرامه والكلام ده كله. بس من الواضح ان ده موجود ومترتب. بس المشكله اللي انا هرجع فيها تاني لكهربا، هو يا كهربا للمره المليون علشان تبقى لعيب مناسب للنادي الاهلي، انت فنيا مناسب جدا في الوقت الحالي وفورمتك جايباك والدنيا زي الفل وعالي قوي. بس في حته ليها علاقه بان انت تمسك نفسك شويه، في حته كده ان انت الجمله بتاعت عقده ولا مش عقده دي ما كانش ليها اي لازمه من البدايه، ودي غلطه من عندك وما كانش المفروض تقولها. ولو ما كنتش قلتها ما كناش رحنا كل طريق اللغط ده عشان نبقى صراحه كده مع بعض. الحاجه الثانيه، النهارده انت بتعلن عن تجديد حاجه سنتين والنادي الاهلي لسه ما اعلنش، وده مش شغل وطريقه النادي الاهلي. فبلاش تاخد من ان احنا بندافع عنك وان احنا وراك وان احنا انت مهم عندنا، فان انت تبقى الفتى المدلل وتبتدي تعمل حاجات على مزاجك بعيدا عن مجلس الاداره. لان انا متاكد ان مجلس الاداره كان محوش الحوار ده او التجديده دي او القصه دي لوقت معين علشان يطلع بيها بشكل معين، فانت كده حرقتها تقريبا. فمن الاخر انت اللي هتلبس مع الاداره، وهيجي في الاخر في مرحله من المراحل ممكن الجمهور ما يوقفش معاك لو المواضيع زادت. بس انا شايف ان ايه، السكه لسه فيها سيكه شمال، فلمها قبل ما تفرط منك. وهروح للسؤال اللي بعديها، والسؤال ده شامل لحاجات كتيره قوي ليها علاقه بالماتش، وهو سؤال اذا كان محمد الشناوي وعلي معلول بعد الخناقه اللي حصلت مع الشيبي يطردوا ولا يتوقفوا ولا يروحوا لجنه الانضباط ولا الكلام ده كله. طيب يا جماعه علشان نفهم، انا عارف ان اللي انا هقوله ده كلام قديم
وعارف ان الكلام اللي انا هقوله حتى لو هو كلام صح ممكن يكون انت عندك شك فيه بسبب اتحاد الكوره واللي بيعمله واللي مبهدله اللي هو مبهدلها لنا. المفروض ان انت لو في عقوبه مثلا، يعني الراجل ده اخذ اي لعيب اخذ طرد، فاللعيب اللي اخذ الطرد ده لازم يروح القصه بتاعته لجنه المسابقات عشان يحددوا، او لجنه الانضباط عشان يحددوا هو المفروض هيمشي سكه ان هو هيتوقف اكتر من مباراه ولا لا، طبقا للوائح والقوانين. ولازم يكون ده مكتوب في تقرير الحكم ان الراجل ده عمل مشكله والحوارات دي كلها. بس في نفس الوقت لو رجعت لشريط المباراه الحته دي كانت كامله موجوده في شريط المباراه، فممكن لجنه الانضباط ترجع لها، او لو حد قدم شكوى يرجع لها ويبتدي ان هو يعاقب الناس دي. هو لحد دلوقتي اتحاد الكوره كمان طلع منه تصريح ان هو مش هيتحوله لجنه الانضباط لحد الان علشان ده ما جاش في تقرير الحكم، ولكن ما تعرفش ممكن بكره حد يقدم شكوى ويجيب شريط المباراه ويرفع شكوى لجنه الانضباط ونبتدي نشوف الايه اللفه اللي احنا لفيناها مع كهربا. بس المره دي الله اعلم بقى هتبقى انهي لجنه اللي بتلف، لكن لحد وقتنا ذلك ما فيش حد هيروح لجنه الانضباط. بس لو حد رجع لشريط المباراه وتناوش ممكن يتناوش في الموضوع ده شويه، انا بقول لك اهو. طيب هنا بقى انا هروح للحته بتاعه الحكم. ما هو انت بتقول لي هو الحكم كده ما طردش الشناوي وكان لازم المفروض يطرد الشناوي. بص هقول لك على حاجه، انا ببص اجمالا على المباراه مستوى التحكيم فيها كان اكتر من متوسط، وانا شايف ان ده بالنسبه للحكم اللي كان موجود يعني 10 على 10 ما فيش اي مشاكل. حلو قوي اصلا ان انا اقول لك ان انت اكتر من المتوسط. الحكام المصريين كانت اقل من كده بكتير. عندنا اخطاء، موجوده اخطاء. يعني مثلا على سبيل المثال تعال ناخد الثلاث حالات اللي انا جايبهم لك اللي نتكلم فيهم. الحاله الاولانيه حاله كهربا وضربه الجزاء اللي خدها. يعني هتشوف الفيديو هتشوف مش عارف ايه ان احمد سامي حط رجله، او بمعنى اصح كهربا حط جسمه بشكل كويس جدا قدام احمد سامي علشان يغلط، واحمد سامي غلط بان هو لمسه وهو لمسه خلاص. المفروض ان انت ترجع على طول للفار، اي لمسه جوه منطقه الجزاء ولمسه خطا تتحسب ضربه جزاء، فدي ضربه جزاء. ولكن هنا فيها جزء كبير قوي من الذكاء بتاع محمود كهربا ان هو حط جسمه بشكل كويس قدام احمد سامي، مش اكتر من كده. ولكن لو احنا بنلعب كره في الشارع مع بعض وبنبص كده محدش هيقول لك لا ضربه جزاء. انا هو شايفها كده بصراحه، هي قانونيا ضربه جزاء، بس يعني باللعب يا جدعان لا، مش دي اللي توقع كهربا او مش دي الخبطه اللي تاثر على كهربا لان الكره كانت معديه من تحتيه. فانا شايفها فيها رايح راجع، بس القانون بيقول لا ضربه جزاء. طيب الحاجه الثانيه هتقول لي بقى انت على طول ايوه ضربه الجزاء بتاعت الشحات، ضربه جزاء 100%. الكوره بتاعت حسين الشحات اللي دخل بيها من قدام اسمه ده علي جبر، كوره ضربه جزاء 100%. علي جبر شده وزقه بعده عن الكوره، ويعني الموضوع مش محتاج اصلا انك انك تبص على الكوره خالص. يعني اللي انت شايفه قدامك ما بيقولكش اي حاجه غير ان هي ضربه جزاء رسمي وما اتحسبتش. وهنا هسال سؤال هيجي ليه الجزء اللي بعديه بتاعت الخناقه اللي ما بين علي معلول وما بين الشناوي. طيب لما دي ضربه جزاء الفار ما رجع لهاش ليه؟ ولما الاولانيه ضربه جزاء وفي ناس بتقول ان الفار رجع لها، طب احنا ما شفناش الكلام ده على التلفزيون ليه؟ وهرجع لتصريح برضو الكابتن هاني سعيد ان بيقول هو الفار كان فين. انا ما كنتش شايف الفار وما حسيتش بوجوده. يعني ساعات كده ان انت تجيب الصوره من جوه وتجيب الشاشات وتجيب الحاجات الحلوه والحاجات اللطيفه دي بتبين يعني في بعض الاحيان ان الفار موجود فالدنيا ماشيه، يعني بتدي لك بعض من الطمانينه. انا ما شفتش الحاجات دي بصراحه، يمكن يكون في حد شافها او انا ما شفتهاش في المباراه سرحان مني الله اعلم، بس ده انا ما شفتش اي حاجه فيها فار تشيك او رجعت للفار. فانا مقلق اصلا من فكره وجود الفار، لان حسب ضربه جزاء الاولانيه كان ممكن يفكر وما يحسبهاش، وضربه الجزاء الثانيه لا، ما ضربه جزاء ضربه جزاء ما حسبهاش. والناحيه الثانيه بقى هتبص على الخناقه اللي ما بين علي معلول وما بين محمد الشناوي والشيبي. بص الحركه اللي انت شايفها من الشناوي في ضرب بالرجل وبتاع والحاجات ده كله بس في الاستخبص، وفي حته كانت في الاول زق كده، الزق ده برده ممكن يعدي، لكن الضربه اللي بالرجل دي المفروض انها ما تعديش. والمفروض من وجهه نظري ان الحكم واقف قريب منها وشايفها، والمفروض ان من وجهه نظري ان في فار. طيب في انذار يطلع؟ لا، هو الانذار عشان تبقى عارف اللي طلع للشيبي وطلع لحد تاني من النادي الاهلي، ما طلعش لمحمد الشناوي. فانا وجهه نظري ان محمد الشناوي كان على الاقل يستحق انذار، وبل ممكن كمان يستحق الطرد. انا ما شفتش من معلول حاجه بتقول قوي ان هي القصه يعني ان كان في ضرب زياده او في تعمد بالضرب بالايد، انا ما شفتهاش، يمكن يكون برضو عدت مني. ولكن اللي انا شفته اكتر شفت ضربه الرجل بتاعه محمد الشناوي دي اللي كانت بسببها ممكن على الاقل يا تديله انذار يا تديله طرد، لان ده ضرب بدون كوره. هنا هرجع تاني للفار، ما عملتش كده ليه؟ ولو هرجع بقى سيبك بقى الفار ما بقاش موجود خلاص، هيعتبر الفار مش موجود، هبص للحكم. الحكم في بعض الاحيان ان في بعض الماتشات كده احتكاكات ممكن يعديها وتبقى الامور ماشيه شويه، غير لما يبقى اتنين في وسط الملعب واللعب داير ويروح واحد فيهم ضرب التاني، ده برده خارج اطار الملعب. يعني هو انت بتتكلم خارج المستطيل الاخضر، ده طلعوا بره على جنب اتخانقوا ومش عارف ايه الكلام ده، فتلمت الناس، فممكن عشان الاجواء ما تشتعلش والدنيا ما تولعش
في الحكم يعدي جزء من او بمعنى اصح يلم الدنيا في حاجه زي كده. بس لو انت بتسالني عن رايي انا الشخصي، انا بقول لك لا، ما لا يلم ولا بتاع. اللي يستحق ضربه جزاء ياخد ضربه جزاء، اللي يستحق طرد يطرد، اللي يستحق كارت اصفر يبقى كارت اصفر. ده اللي انا اعرفه، وهو ده وجهه نظري في قصه بتاعت الشناوي والقصه بتاعت مالك. الحاجه الاخيره ان في شويه تصريحات بصراحه طالعه الفتره الاخيره ما عجبتنيش، وشايف ان هي ما كانش ليها لازمه بصراحه. يعني محمد ناجي جده ابننا حبيبنا طلع قال كده على تويتر، قال لك ايه؟ قال لك والله يعني كهربا حط احمد سامي في ظهره صح، ما كانش ليها لازمه. انا شايف ان هي ملهاش لازمه. الحاجه الثانيه ان انا برضو شايف تصريح باتشيكو ان هو طلع قال انا فهمت دلوقتي مرتضى منصور ما كانش عايز يلعب ليه ومش عارف ايه. يعني يا سلام، انت جاي دلوقتي تفهم، جاي تتنصح علينا وتقول انك فهمت؟ يعني لو انت شايف ان في فساد ما شفتوش غير دلوقتي؟ تصريح برضو غير عقلاني وغير منطقي اصلا ان هو يطلع. بس من الاخر كده انا عايز احافظ على القرشين اللي انا بشتغل فيهم في بيراميدز بصراحه. يعني حاجتين اخيرتين عايز اتكلم فيهم بسرعه، ليهم علاقه برمضان صبحي واحمد فتحي، الاثنين اللي ما طلعوش استلموا الميداليات. لان رمضان صبحي بصراحه الصوره بتاعته وهو ماشي في وسط الممر اللي فات وكان في حد بيديله على قفاه اتحفل عليه تحفيله كبيره جدا، فكان منطقي جدا بالنسبه لي ان ما اشوفش رمضان صبحي في الممر ولا اشوف حتى احمد فتحي في الممر. وقال لك ان الاثنين زعلانين والاثنين مش موجودين. ولكن يا جماعه انا شايف ان هما الاثنين دولت بالذات، او يمكن رمضان اكتر، رمضان بيطحن في الاستادات قدام جمهور النادي الاهلي. اول ما بيستلم الكوره كان كله والدنيا كانت يعني بص، ما فيش جمهور الاهلي ما زامش على لعيب في حياته قد ما زام على على مزام على رمضان صبحي. وده بالنسبه لي مفهوم ومبرر، بس في النهايه زي ما قلت لك ايه، ما تعرفش بكره ممكن يحصل ايه. نقطه بس كده ومن اول السطر. اخر حاجه عايز اختم بيها، واتمنى ان انت تكون لحد دلوقتي لسه بتتفرج على الحلقه وسامعني، يعني دي حاجه هتشرفني قوي. يعني اللقطه بتاعه القندوسي واللقطه بتاعه المتولي. متولي وقع والناس كلها راحت له عشان يعملوا له شويه اسعافات. فكره ان في لعيبه حواليه مش مدركه بالاسعافات دي حاجه انا اتكلمت عليها قبل كده من ايام اللقطه بتاعه ايريكسن. الحاجه الثانيه ان انت واحد واقف بيهوي، ما اعرفش بيهوي ده على ايه بالظبط. يعني لو بيشوي ذره مش هيعمل كده، ده لو طبيب من اطباء الفرقه او لو حد من اللي شغالين وبيهوي كده، فدي مشكله اكبر اصلا بدل ما يزق الناس ويحوشها ويوسع. الحاجه الثالثه البرايفسي. لو انت تفتكر ان ايريكسن الناس كلها كانت واقفه حواليه علشان ما حدش يشوفه، وما كانتش الكاميرات متعمده انها تجيبه، ما جابتوش بس غير في صوره ان هو بيقول وهو كده ان هو تمام بعد ما فاق، مش وهو في الموقف ده وزمايله هم اللي كانوا محاوطينه. ده برده ما شفناهوش. الاخطر بقى، كل ده هبل، كل ده هبل عادي، هعديه. الاخطر بالنسبه لي هي العربيه اللي لفت بيه. يعني انا دلوقتي عندي لعيب جاله حاله اغماء. حاله الاغماء ديت ممكن تكون ناتجه عن مجهود كبير جدا، او ممكن تكون ناتجه عن مشاكل موجوده عنده صحيه. ربنا يبعد عننا كل المشاكل الصحيه. يعني الواحد تعبان بس ربنا يبعد عننا كلنا المشاكل الصحيه. طيب في الحاله اللي زي دي اول ما يفوق المفروض ده يتحط على العربيه وتطلع بيه المستشفى تعمل له فحوصات عشان تطمن ان هو قلبه تمام وحاجته تمام ونسبه السيوله عنده تمام وما حصلوش اي مشكله. احنا خدناه نلف بيه الاستاد بالعربيه وهو اصلا لسه بيستفيق علشان نقول للجمهور انه تمام. حركه كانت مغزيه جدا من القندوسي، ومعرفش ازاي ما فيش حد وقفه ورماه بره العربيه، انا اسف يعني، وخد العربيه دي وطار بيها دخل على عربيه الاسعاف علشان يخرجوا اللعيب على المستشفى. وما اعرفش اذا كان اللعيب اتعمل له فحوصات ولا لا لحد دلوقتي، لان محدش قال لنا حاجه زي كده. ودي حاجه كارثيه ومهمه جدا، لان الحاجات اللي زي دي بتاثر في حياه لاعبين. كل واحد ليه عمره وربنا يكتب لنا كلنا العمر الطويل ويكتب لنا الصحه والعافيه، بس في حاجات ممكن تنقذ حياه بني ادم. الحاجات اللي زي دي ما فيهاش تهريج وما فيهاش اي نقاش. انك تلف بالعربيه ده مش مولد السيد البدوي وانت فرحان، ده واحد كان تعبان ولسه بيستفيق، لازم تجري بيه على المستشفى عشان تطمن عليه، لان سلامته اهم حاجه، اهم من الكاس اصلا اللي انت بتلعب عليه، واهم من الفلوس اللي بياخدها، واهم من الكوره، واهم من اي حاجه تانية. ودي الحاجه اللي انا كنت حابب اختم بيها. يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعمل له شير، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. واشوفك الحلقه الجايه. سلام عليكم.